السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل شاورما الفراخ بتتبيلة مميزة جدا، هتدي للفراخ طعم وريحة تحفة. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا نص كيلو من البانيه، انا مقطعاه شرايح كده اللي هي صدور الفراخ، قطعها شرايح طولية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. و انا بوريكم بس شكل الشرايح بتاعة الشاورما، تقدري تعمليها في البيت مفيش مشكلة. معايا بقى طبق كده على جنب عشان هعمل فيه تتبيله اساسي بقى في تتبيله البانيه اللي هي شاورما الفراخ. هننزل بمعلقتين من الزبادي، تقدري لو مفيش زبادي تستعملي رايب، لبن الرايب او اليوجورت او الروب على حسب بقى مسمى في البلدان المختلفه. هننزل كمان بمعلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الكمون المطحون، ومعلقة صغيرة مليانة من الثوم البودر، معلقة صغيرة مليانة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، ومعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. بس دي كل توليفة التوابل اللي معانا، جربوها تحفة تحفة تحفة. هننزل عليهم بمعلقتين من زيت الزيتون، تقدري لو مفيش زيت زيتون تستعملي اي زيت نباتي مفيش مشكلة. هنزل عليهم كمان ب5 معالق من الخل، احنا قلنا الفراخ يعني خل وليمون، وبالذات الخل بيدي مزازة حلوة قوي 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 للفراخ. ننزل عليهم ب5 معالق محترمين كده من الخل، وبعدين هنقلب التتبيله الحلوه اللي معانا دي كده لحد ما تتجانس كلها مع بعضها. تمام. هنزل بقى بالتتبيله ديت على الشرايح الفراخ اللي معانا. والله العظيم التتبيله ديت تحفه تحفه تحفه، جربوها وان شاء الله مش هتعملوا شاورما بعد كده غير بيها. والله العظيم تحفه. كل اللي هياكل فراخ شاورما من تحت ايدك هيطلبها تاني منك، هيطلب منك كمان سر الوصفه. هقلب بقى الشرايح في التتبيله كويس قوي لحد ما الشرايح تشرب من التتبيله، وهسيبها على جنب بقى ساعتين 3. ولكن طبعا يستحسن انت تسيبيها ليله كامله علشان التتبيله كده تمشي في الشاورما والفراخ يبقى طعمها حلو كده. هنا بقى تاني يوم كنت انا حبيت اسويها، جبت طاسه نزلت فيها بمعلقتين من الزيت، سخنتهم كويس قوي، وبعدين نزلت فيهم بشرايح الفراخ. لازم وانتي بتنزلي بشرايح الفراخ تسمعي التش بتاعت السخونة دي. هقلب بقى شرايح الفراخ معانا، وهقلب فيها بقى لحد ما احس ان هي اتشوحت كويس قوي وداخله على سوا. اول ما احس انها دخلت على سوا، معايا هنا طبق من الخضار مشكل من البصل والشرايح البصل الجوليان والفلفل الالوان وطماطم. مش هنضيف الاضافه دي بقى غير لما نحس ان شرايح الفراخ نفسها استوت، يعني داخله على سوا كده، لان احنا مش عايزين نسوي الخضار، احنا عايزين يا دوب بس ندبله مش اكتر. هقلب بقى الخضار مع الفراخ كده يعني تقليبتين 3 كده لحد ما يبقوا بقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تمام. انا عايزه الفراخ يبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هي اتشوحت مع الخضار والخضار شرب من التتبيله ويا دوب بس دبل مش اكتر. هنزل بقى بشويه من شرايح الزيتون. طبعا الزيتون لو مش موجود مفيش مشكله، ولكن هو اضافته مميزه جدا للشاورما، بيديها طعم تحفه. الزيتون خلاص انا ضفته، هطفي بقى النار، وبعدين معايا شويه من البقدونس كده هحطهم على الوش في النهايه. طبعا البقدونس انا مش هحطه غير بعد النار ما تنطفي تماما، وانا مش محتاجه غير ان هو ريحته بس تنتشر كده في الشاورما. بعدين هطفي النار وهولع فحمايه، وهحط الفحمايه بقى في الشاورما وهطفيها بنقطه من السمنه وهغطي عليها. تقدري بقى تكرري الحركه دي مرتين 3 لحد ما تحس ان الشاورما شربت من طعم الفحم، لان الشاورما بطعم الفحم يعني بتاخد الفراخ وتوديها في حتة تانية خالص لوحدها. تحفة تحفة تحفة. جربي الطريقة ديت في عمل الشاورما، وان شاء الله مش هتعملي شاورما تاني غير بيها. ولو انتم مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.